صباحو يا حلوين، كيفكن؟ شو اخباركن؟ قلت بما انه هلا موعد الاكل تبعي رح احضر الاكل فطوري يعني لشارككم بالفطور اللي حعمله. حطيت شوية زيتون، رح احط شوية لبنة، فقت وديت ميلا وسيلا على المدرسة، وبعدين رجعت على البيت كان عندي شوية اشياء اني اعملها فعملتها. وبعد ما خلصت الاشياء هاي كلها فتت اتدوشت، وبعدين طلعت قلت لا افطر. وبعد ما افطر عندي كارثة، اليوم صاير عندي كارثة، مو اليوم من اسبوع صاير كارثة، بس بما انه كان مروان من غير اليوم يعني كان مرضان. كارثة، اليوم صاير عندي كارثة، مو اليوم من اسبوع صاير كارثة، بس بما انه كان مروان من غير اليوم يعني كان مرضان، فما قدرت ساوي ولا شي بالبيت، فعندي كتير اشياء متراكمة علي. ومن يومي اللي صورت لكم برمضان انا وعم رتب الغرفة تبع ميلا وسيلا وغرفتنا تبع الدريسنج بشكل عام تبعنا، كنت عم قلكم انه بدي بلش رتبها، بس للأمانة حسيت حالي ما رح اقدر رتبها لانه كنت محتاجة انه جيب خزانة زيادة. الحمد لله بعد ما جبت خزانة زيادة صار فيني ضب براحتي ويعني نظم كل شي مثل ما بدي. فاليوم رح ابدا بقسم وبكره رح ابدا بقسم مشان ما اتعب حالي، والاسبوع الجاي بكون خالص كل شي فوق الاشياء اللي بدها توزيع، يلي بدها كب، يلي بدها كل شي رح يكون خالص. وبعدين رح نبلش نفضى شو جايز، نفضل الجنينة كمان. هلا الاجواء صارت حلوة بهولندا، كتير حلوة اليوم، يعني اليوم الجو كتير حلو، بكرة الجو كمان حلو، فيعني لازم نظبط الجنينة. وشو اعمل يا حذركم، شوف بدي اجيب هيك، يلا رح سكرك جعبالي كتير جيب بيجي طقم كنب للجنينة، بس صغير مو كبير، يعني ما رح اجيبه كبير، بس مشان بكره اذا صار هيك الاجواء حلوة طلعت شربت قهوة. طيب وين بدي احطكم انتو؟ احطكم هون لانه لسه بدي احط خيار. فيعني الاسبوع الجاي لازم اتفضل الجنينة بالكامل لنشوف. يعني هلا من غير شي مروان عنده كان اشياء يعني اليوم مشغول، بكره كمان مشغول، اللي بعده مشغول، والبنات المدرسة. طمنوني عنكم، شو اخباركم؟ امبارح ما صورت سناب، ما صورت لكم يومياتي انا وميلا وسيلا ومروان. ليش؟ لانه بنات كانوا كل شيء اعلانات، كل شيء اعلانات كانوا موقفينها. فهلا من شي اسبوع رجعوا بعتوا لنا ايميلات انه فيكم ترجعوا تنزلوا كل شيء كان موقف، فكان عنا عن جد ضغط كتير كبير. ومبارح كان كمان بعد غياب تقريبا 4 ايام على المدرسة، فكان في شوية شغلات يعني لازم اني اعملها للبنات، حمام وهدول الاشياء، يعني كتير شغلات. والله مبارح كنت مشغولة كتير للامانة، كان مخي عم يعمل هيك بوم 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 البيت كلياته اشياء كركبة، وعندي 100 قصة، وعندي البنات حمام البنات وترتيب اغراضهم لتاني يوم. يعني كان في كتير اشياء اني اعملها. هلا اليوم غسيل
وضب غسيل. صح اليوم بدي اطبخ والله، جعبالي كتير من امتى قلت جعبالي اعمل منزلة، يعني قديش هيك صحن يفتح النفس. وهي الزبدة بدي احط من هي شوي. اليوم مروان الصبح حطيت له لفيت له منها فقال لي كتير طيبة، اشتهيتها ما رح كتر هيك لقمة. تمام، جعبالي اخر شي اختم اكلي بزبدة ومربى. بس شو ناقصها؟ اللبنة سوري، بدها طبعا اكيد ما ننسى النعناع. النعناع بيعطيها طعمة بتجنن. والحمص ما بدي احط له شي، بس لحط زيت. وين الزيت؟ هاي الزيت. بنات عم بفكر بكتير اشياء يعني مضغوطة في كتير براسي افكار واشياء، بس بدي بلش بريجيم لاني سمنت عن المعمول اللي عملته. ما بعرف قديش، ما زنت وزني، بس حاسة حالي اني صحانة. وليه خايفة اقيس وزني؟ حابة اليوم اقيس وزني قدامكم وورجيكم قديش طلع، بس يعني رح انصدم لانه انا حاسة حالي انه شوي صحانة. فالله يستر يا رب. كان بتساوي شاي بس يلا ما رح اساوي شاي. بس والله بده شاي، بلا شاي مع شاي. شاي خلص. هلا اول شي انا كنت ماشية على نظام صار لي فترة انه ما عم باكل خبز عربي الا بالاوقات يعني الاوقات اللي بده انه يكون بده خبز عربي. بس بغير هيك ما عم باكل غير توست اسمر للامانة، لانه من كل ما باكل. هلا امبارح كنت عاملة مفركة ببطاطا، فكان الاكل لازم يلي انه يتاكل، يعني الاكلة بدها خبز عربي. فاكلت خبز عربي فايقة بنات عن جد منفوخة، كتير حاسة حالي منفوخة وتضايقت كتير، وحتى اجتني حرقة. تخيلوا صار لي زمان قاطعته، بس ما عاد اكله بحياتي. خلص باكل هذا لاني تعودت عليه. عن جد بدي اقطعه نهائي الخبز العربي، لانه عن جد عم يضايق لي معدتي بشكل كتير كتير بشع. طيب لحط هون حاطة مسلسل من الصبح، هيك انا بحب حط اشياء اقعد اتفرج عليها. يا عيني شوفولي على هالصحن يومي. فبدي بلش اعمل دايت. اول شي الخبز بدي امنعه، السكر بدي خففه، وجباتي بدي اقللها. صراحة بعد ما خلص رمضان يعني حسيت حالي انه صرت بدي اكل اكثر. يعني اقول ياي انه ما في الواحد ما في رمضان انه يصوم بالنهار، ففيني اكل اللي بدي اياه. للاسف فتحت قابلتي كتير، مع علما انه انا ما باكل كتير اكل كتير الي، بس هذا رمضان كان غير. عن جد بنات كان غير. يامي. الحمص كتير طيب. هاد حمص بيروتي بيقولوله، اللي بيجي فيه توم. عن جد هيك الفطور متنوع اطيب شي. هيك احسن شي الواحد يحط صحن، يحط من كل شغله لقمه 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 يفطر فيها. حطوا هيك صحن، كتروا خضروات، وفيكم تستبدلوا التوست بشي مثلا بشي صحي، خبز صحي او هيك. بس انا هذا التوست سوري عندي يان خالة، عرفتوا اسمر يعني ما فيه كتير
نافية كتير مثل الخبز مثل الخبز الابيض. الخبز الابيض عن جد بنات، والتوست الابيض اثنيناتهم مناح. بس تعرفوا طيب اول شي عملته هو كان هون في هيك بنات هيك متجمعين اغراض كتير. بعد ما فطرت وخلصت طلعت، فالغسيل لهون في شي هذا كان فيه، بتذكر انه ملوته بده كوي، بتذكر انه ملوته ايه ليك هاي. طيب اوكي معناتها هاد رح قيمه عشان بدي بخه بالتيستي، وبعدين ارجع واكوي الطقم بالكامل. شوفوا كل شي عندي بلازرات وهدول القصص كلها هاي الرسمية يعني بشكل عام. رح حطها هون هيك، رح حطها بهذا الشكل. طبعا رح صفصف لها الوان، بما انه هذا قمتلن لميلا وسيلا من غير شر غراضهم من هون، فرح ظبط كله نقلته على غرفتي. هلا ما اورجيكم غرفتي، هو للامانه جبل من الغسيل. بس شو كنت بدي اعمل، كنت اجيت